السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى هنعمل بسكوت العيد. هنعمله النهارده بالمكنه وهنعمله كمان من غير مكنه. اللي مش متوفر عنده المكنه هوريكي طريقه حلوه قوي تقدري انت تعملي بيها لو مش متوفر عندك المكنه. تعالوا بقى نشوف النهارده عملناه ازاي، ونشوف ازاي الرسمه بتاعته تطلع بارزه بالشكل ده، حتى بعد ما ندخله الفرن عمرها ما تختفي. شايفين ما شاء الله؟ حاجه كده بتدوب، مقرمش من بره وناعم جدا جدا، بمقاديره مظبوطه قوي. ان شاء الله هتظبط معاكي. وكمان هنعمله النهارده من غير مضرب كهرباء، عشان لو مش متوفر عندك مضرب الكهرباء تقدري تعمليه. شايفين ما شاء الله؟ حاجة كده بصراحة تستاهل ان شاء الله اللي انتوا تجربوها وتشرفك قدام اي حد ياكله من ايدي. شايفين ما شاء الله؟ ناعم كده، ناعم بيدوب ما شاء الله. هيدوب في كوباية الشاي اللي هتعمليها. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعته. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي في الوصفة بتاعتنا. معايا طبق كبير، معايا هنا كوباية من السمنة. دي على فكرة اللي تحت دي مش زبدة، دي كانت عندي سمنة صفرة، يعني كان اخر حبة فضفتهم كده مع السمنة بتاعتي، كملت الكوباية. يبقى هنا انا حطيت كوباية ونص. حطيت كوباية ونص من السمنة. اهم حاجة السمنة ما تكونش سايحة معاكي، يعني ممكن لو كانت سايحة عايريها وحطيها في التلاجة. تمام كده تبقى معاكي بالقوام ده. هنضيف عليها كوباية ونص من السكر. يبقى انا حطيت كوباية ونص من السمنة، عليهم كوباية ونص من السكر. تمام كده، وهنفضل بقى نقلبهم كويس. بس نخلط بس السكر مع السمنة بمعلقة كده، وبعد كده هنجيب المضرب بتاعنا اليدوي، يعني هنقلب كويس لغاية ما يعمل معاكي قوام كريمي كده، زي الكريم شانتيه. لما تيجي تضربيه بالمضرب الكهرباء يدي معاكي القوام الكريمي ده. شايفين؟ هتفضلي تضربي بالشكل ده. سهلة ازاي، ومش محتاجين ان احنا نعمل بمضرب كهرباء. يعني زمان كنا بنعمل كده على ايدينا، ما كناش بنستعمل مضرب كهرباء خالص. هنضيف 3 بيضات، هنضيفهم بيضة بيضة. والبيض بتاعي طبعا بيكون بدرجة المطبخ، ما بيكونش طالع من التلاجة. هنحط بيضة بيضة كده لغاية البيضة الأولانية ما تختفي. هنضيف التانية لغاية ما نخلص البيض بتاعنا ويختفي في قلب الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هحط هنا كيس من الفانيليا، ولو حابة تحطي فانيليا سايلة مفيش أي مشكلة لو بتحبي ريحتها. بس كده، وهنفضل بقى نقلب كويس كده لغاية البيض كله ما يختفي في قلب العجين. هنحط بقى هنا معلقتين من الزيت. تمام كده، حطيت هنا معلقتين من الزيت وهقلبهم برضو كويس. هنزل بعد كده بربع كوباية من المية. على فكرة المج اللي انا بستعمله ده، المج الشاي اللي انا بستعمله اللي بيبقى في كل بيت، ده اللي انا بعاير بيه من اول ما عايرت بيه السمنة والسكر. ولازم تعايري بيه اللي هتعايري بيه السمنة والسكر بتوعك، يبقى هتعايري بيه كل المقادير عشان يطلع معاكي مظبوط. انا معايا هنا كيلو من الدقيق. تمام كده، هنزل بيه بقى الكيلو ده، هنزل بيه حبة بحبة عشان تمشي معايا بالخطوات، تبقى يطلع مظبوط معاكي. هحط هنا معلقتين ونص من البيكنج باودر، وما تحاوليش تزودي في البودر عشان خاطر ما يفرش معاكي في الفرن. تمام كده. وزي ما انتم ملاحظين ان انا بنزل بالدقيق واحده واحده، دي خطوه مهمه قوي عشان ينجح معاكي، عشان ما تحاوليش بقى ان انت تحطي دقيق كلته وبعد كده تحسي كده ان هو عايز يعني سوائل تانية، فتقومي حاطه ميه فيقوم ناشف معاكي البسكوته تنشف معاكي. فبعدين لا، احنا نحط الدقيق واحده واحده بالشكل ده. اهم حاجة بقى ان احنا بننزل اهو بالدقيق واحدة واحدة. واهم حاجة كمان وانتي بتعجني، احنا مش بنعجن، يعني مش عايزين العجينة معانا تربي عرق كده وبعد كده البسكوتة تنشف معاكي، وبعد كده لما تيجي تاكليها تحس ان هي معضمة تخبطيها في الحيط كده ترجع لك تاني. لا، احنا عايزين البسكوتة ناعمة معانا. نعجن بس بالراحة كده بطراطيف صوابعنا بالشكل ده. نلم بس السوائل مع الدقيق بتاعنا. وبنلم العجين كله مع بعض بس كده. شايفين اهو؟ انا بعمل كده بصوابع ايدي. شايفين؟ انا لسه كده حسيت كده ان هي لسه عايزة دقيق تاني فبحط بالشكل ده. انا اخدت من الكيلو حطيته كله، بس اخدت منه يعني اللي اتفضل معايا كوباية. كوباية صغيرة من الدقيق، من الكيلو الدقيق بتاعي. بس كده، هو ده قوام العجينة بتاعتي اللي انا عايزاه. بيبقى القوام بتاعها بالشكل ده، لا هي تبقى تعمليها كده تلاقيها مشقاقة معاكي، ولا هي طرية خالص. ما تعرفيش تتحكمي في البسكوتة وهي نازلة معاكي من المكنة. بس انا جبت هنا الصينية بتاعتي، وطبعا دهنتها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. ده برضو لو مش متوفر عندك المفرمة، فهتجيبي القمع ده بالشكل ده، بيكون متوفر في كل الأسواق يعني. هتجيبيه وهتنزلي العجينة بالشكل ده.
هيبقى الرسمة بتاعته برضو نفس الرسمة اللي لو حطيتيها في المكنة، لو مش متوفر عندك المكنة بتبقى نفس الرسمة بالشكل ده. شايفين بتبقى سهلة كده اهي. شايفين ما شاء الله العجينة تحفة ومظبوطة ومش محتاجة اي سوائل ولا اي دقيق تاني. العجينة ان شاء الله تكون ناجحة معاكي من اول مرة. شايفين انا بقى جبت هنا زي ما قلت لكم، لو انت مش متوفر عندك المفرمة ممكن تستعملي القمع ده، بس انا بقى هشتغل كده بالايه بالمفرمة بتاعتي. شايفين ما شاء الله نازلة تحفة ازاي، والرسمة بتاعتها بارزة، والمقادير بتاعة البسكوت بتاعنا مظبوطة. يعني لو عايزة بقى تكتري في الكمية تكتري بقى براحتك خالص، مفيش اي مشكلة، يطلع معاكي تحفة ان شاء الله. المقدار يطلع معاكي ناجح بالشكل ده. وكمان المقدار الكيلو هتزودي بقى، لو انتي هتعملي بقى 3 كيلو 4 كيلو هتزودي في المقادير اللي احنا عملناها دي بالكيلو. شايفين كده؟ اه شايفين الرسمة بتاعتها ما شاء الله بارزة كده وتحفة. هوريكم كمان رسمة غير الرسمة ديت، يعني بيبقى متوفر فيها رسمات كتير لو انت حباه. شايفين اهو يعني بتبقي بتعملي بالشكل اللي انت عايزاه بقى. شايفين ما شاء الله اهي بتبقى الرسمة واضحة بالشكل ده. هعمل انا بقى الصينية بتاعتي دي وعلى طول بقى هدخلها الفرن، يعني كل ما اعمل صينية كده مشغلة الفرن في ريحي وبدخلها على طول. ماشي، الفرن بتكوني مشغلاه من تحت وحاطاه في الرف الوسطاني. يعني ما بتبقاش عليه النار عالية عليها قوي، عشان خاطر البسكوتة بتاعتك تطلع معاكي كده تعيش معاكي. لو انت عاملة كمية كبيرة تعيش معاكي وقت طويل، وتاخد يعني راحتها في التسوية، ما تستويش بسرعة وتاخد لين وتطلعيها بعد كده تطرى معاكي. شايفين دي الرسمة التانية اللي انا بقول لكم عليها، بتبقى بالشكل ده، شكلها تحفة برضو، يعني الرسمتين احلى من بعض. شايفين ما شاء الله البسكوتة طالعة كده، يعني حاجة كده ما شاء الله تشرفك قدام اي حد. انا كده خلصت الصواني بتاعتي غير اللي انا حطاها في الفرن. زي ما قلت لكم هتسويها على الرف الوسطاني، لو انت بتشتغلي في فرن كهرباء هتسويها على الرف الوسطاني وتشغلي من تحت، لو احتاجت كده تشغلي عليها الشواية شغليها. لو بقى مشغلة الفرن العادي بتاعك يبقى شغلي الشوايتين على نار هادية، ومن تحت برضو يعني في الوسط كده، عشان برضو البسكوتة تاخد راحتها في السوا كده وتبقى معاكي مقرمشة في الاخر وما تطراش معاكي بسرعة. شايفين ما شاء الله خلصت الكمية بتاعتي اهي، وما شاء الله حاجة كده بجد تحفة. الرسمة بتاعتها ما راحتش منها، وزي ما هي يعني زي ما عملناها زي ما دخلناها الفرن اهي. شايفين ما شاء الله تحفة. يعني الشكلين احلى من بعض، ان شاء الله تجربوها بالمقدار ده مظبوط معاكي. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ ان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف للي حابب يشوف المقدار بالظبط. وزي ما قلت لكم لو حابة تزودي في الكمية بقى الضعف الكمية معاكي اللي احنا المقدار اللي احنا عملناه. وعايزه اقول لكم برضو الكوبايه اللي هتعايروا بيها نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها كل المقدار بتاعك، عشان يطلع معاكي مظبوط وتحفه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله. هتحفظيه بقى تحطيه الاول في كيس بلاستيك، وتحطيه في حاجه كده يعني ما تكون لها غطا، عشان خاطر بعد كده ما يطراش. تمام كده، عشان يفضل معاكي وقت طويل ويبقى مقرمش معاكي وحلو. شايفين ما شاء الله الرسمه بتاعته تحفه ازاي، يعني ما فرش معايا في الفرن ولا حصل له اي حاجه. ان شاء الله لو عايزيني اعمل اللي بالنشادر قولولي في الكومنتات وانا اعمله معاكم. شايفين ما شاء الله اصلا البسكوته مش مستحمله ان انا امسك، على فكره البسكوته دايبه بتتكسر معايا. شايفين النعومه اللي فيها تحفه، يعني هتحطيها في كوبايه الشاي كده يعني هتدوب معاكي، هتدوب في كوبايه الشاي. شايفين ما شاء الله، والله بجد احلى وصفة بسكوت ان شاء الله هتعملوها. شايفين اصلا السوا بتاعه تحفة من فوق ومن تحت. ايه رأيكم؟ شايفين من فوق ومن تحت التسوية بتاعته مظبوطة. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة، ما تنسونيش بقى تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. اشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.